عايزة الفرخ البلدي يكبر ويبقى قد الفرخ الرومي. لازم تستخدمي المكون اللي احنا نستخدمه النهاردة علشان خاطر الفراخ بتاعتك يبقى يومها ب10 حرفيا. فراخ البلدي أجمل وأحلى فراخ تربيها للبيض. فراخ البلدي الحر أفضل نوع لإنتاج البيض، زيه الفراخ البلدي الهجين أو المشعر، زيه الفراخ الفيومي الحر، الفيومي البلدي الحر البياض. مش الفيومي الروزي خالص، الفيومي الروزي فراخ تسمين. وكمان احلى منهم كلهم الجميزه البياض الاصليه، ودي طبعا بتبقى يعني موجوده في بعض المحافظات بطريقه يعني حلوه ومتوفره، وفي محافظات تانية بتبقى صعب انها تلاقيها. فاجمل نوع لتربيه لانتاج البيض الجميزه البياض. اما الفراخ اللي قدامنا دي بلدي حر ما شاء الله، مناعتها حلوه. ما بتاكلش كتير، مش هتوفر معاكي قوي. انتاج بيضها حلو جدا جدا، بس اهم حاجه ان انت تاسسي الفرخ صح. تاسسيه صح مش معناه ان انت تاسسيه صح يعني ان انت تفضلي تجيبي له حاجات غاليه وتاكليه علف غالي وحاجات، لا 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 خالص. احنا هناكله حاجات اقتصاديه سهله بسيطه من البيت، بس مفيده على حسب المرحله العمريه. هما ما شاء الله النهارده عمر 5 ايام، بسم الله ما شاء الله زي العسل. مشكلتهم الوحيده ان هما كان الجو حر، فاللمبه كانت حاميه، اللي هي اللمبه الحمراء دي. سبتها عليهم انا يومين فتعبتهم شويه، جالهم شويه اسهال، بس بفضل الله خفوا يعني، اتعالج الحمد لله. طب عالجتيه ازاي؟ قرص فلاجيل بشري 500، نطحنه على 2 او 3 لتر ميه، ونحطه للفراخ بتاعتنا لمده 4 ايام. بس خلاص كده. بعديه بقى لازم نحط خل، يعني يكونوا كبروا ما شاء الله ونقدر نحط لهم خل، نحط يومين او 3 خل على المية. ليه؟ علشان الفلاجيل قوي على كلية الفراخ وممكن يأثر على كليتهم. فلازم نعمل لهم زي مضاد سموم كده، واجمل مضاد سموم تحطيه من بيتك هو الخل. معلقة كبيرة من الخل على لتر مية لمدة يومين 3، ما شاء الله هتلاقي الفرخ زي الفل ومورد وجميل وحلو، ويومه ب10 فعلا. النهاردة هنعمل لهم وصفة بديل البروتين، بديل الفول الصويا. هنستخدم حاجة من البيت بطريقة اقتصادية وجميلة، هتعجبكم جدا ان شاء الله. وهتلاقي الفراخ بتاعتك يومها يبقى 10 فعلا. الفرخ كده صحته حلوة ومناعته كمان عالية، لان البروتين مهم قوي قوي للفراخ. طبعا انا بنأكل الفراخ دي طول النهار اكل اللي هو اللي انا بعمله دوت، والوصفات الاقتصادية اللي بنعملها دي. بالليل بحط لهم شويه علف، والله حبه بسيطه خالص كده، ينقنقوا فيهم بالليل لحد الصبح. ليه بحط علف ناشف؟ علشان خاطر يتعودوا ياكلوا ده وياكلوا ده، ما يتعودوش على حاجه واحده. ممكن تعودوا منك على الاكل اللي انت بتعمليه الطري ده. هو الطري، الاكل الطري ده ما شاء الله بيكبر وبيخليهم حلوين جدا، بس ممكن في ظرف ما تبقيش فاضيه تعمليه فما يرضوش ياكلوا اي حاجه ناشفه. عشان كده انا بعودهم على ده وعلى ده. في حاجة برضو مهمة قوي قوي علشان الفراخ بتاعتك تكبر، بتكبر وتبقى ماشية زي الصاروخ في وشها كده، ان انتي تجوعيهم. لازم تجوعي الفراخ دي ويقرصها الجوع بجد. يعني مش تجوعيها تشيلي الاكل ساعة ولا 2، لا، شيلي الاكل ساعة و2 و3 لحد الفرخ ما يتدور جوعا ويفقد الامل في انه هياكل تاني، ويحس ان هو راح الصمام. تمام. آه تحية كبيرة لكل حبايبنا وأهلنا في الصومال، ربنا يحفظهم ويبعد عنهم الجفاف والعطش والجوع. بس احنا اتعودنا هنا في مصر نقول كده، بس احنا بنحبهم والله وقلبنا معاهم، وبنبقى بنتمنى ان احنا نودي لهم شوية من النيل بتاعنا لما كان يعني بيبقى فيه جفاف وكده. آه نرجع لموضوعنا. الفراخ بقى لازم تجوعيها، ما تعطشيهاش. يعني ممكن تعطشيها لو انت هتحطي وصفة مهمة، لو انت هتحطي حاجة عايزاهم يشربوها بسرعة، او هيشربوها كتير، او مثلا حاجة فيها حاجة ممكن تحمض او تعفن، عايزاهم يشربوها بسرعة، فتقومي تعطشيهم بتاع ساعة واحدة بس. في الحر ده ما تعطشيش اكتر من ساعة. اما غير كده فالاكل تشيليه من قدامهم عادي، ما مفيش مشكلة. عندك بقى شوية عيش ناشفين كده بايتين فايضين مش عايزاهم، هنحطهم في المية. وبعد كده اول ما نحس ان هما بدأوا يطروا شوية كده ترمي المية خالص وسيبيهم بقى. هتلاقيه ما شاء الله بقى عامل زي السفنج كده، شايفة عامل ازاي؟ قطن جميل جدا جدا. هاخد شوية منه. طبعا انا عاملاه للطيور لكذا حاجة، يعني عندك مثلا فراخ بيضة هتحطي منه، عندك اي طيور تانية هتحطي، تعملي منه اكل جميل جدا جدا للطيور التانية.
فانا هاخد، شوفوا خدت شويه قد ايه، شويه صغيره خالص. عشان كده بقولك الفراخ البلدي دي جميله قوي، انها ما بتستهلكش اكل معاكي كتير، حتى لما بتكبر برضو اقل حاجه بتشبعها. معانا برضو النهارده بقى المكون اللي انا بقولك عليه النهارده الجميل، اللي هو الفول بديل الصويا. فول العادي بتاعنا احنا، بس ده مش الفول اللي احنا بناكله، ده فول بتاع طيور. انا بجيب منه بعمل يعني ربع كيلو كده في حله كبيره، احط عليها ميه واسيبها تستوي. بعد كده اما يستوي خالص بقسمه في اكياس، لان الميه بتاعته كنز. بيعمل لي حوالي 7 اكياس الحله دي، اللي هي الربع كيلو الفول، بيعمل لي يجي 7 اكياس. كل يوم اخد كيس واعمل منه كده. دي طريقة رائعة جدا تربي بيها الكتاكيت البلدي بتاعتك من غير ما تصرفي عليهم ولا جنيه. بجد جميلة جدا يعني. قارني كده، لو انت هتروحي تشتري كتاكيت بلدي بالكيلو، شوفي هقولك 600 700 جنيه ولا 800 جنيه لو هتجيبي 3 4 5 فرخات. طب ربيهم انت على ايديكي بقى 20 فرخة بالطريقة بتاعتنا دي، مش هيكلفوك اي حاجة. دول بقى شوية علف كده بسيطة علشان يشربوا المية اللي موجودة في العيش، لانه اكبر غلط ان انت تحطي للكتاكيت اكل يكون مبلول او معجن او عليه مية. قشر الفول ده كنز، او الفول، حبات الفول اللي انا هرستها للفراخة دي كنز. واحدة واحدة لما يتعودوا عليها بيخطفوها، وما شاء الله بقى بيكبروا عليها بطريقة رهيبة جدا جدا. الوصفة دي يعني تعتبر اخطر واحلى واجمل حاجة ممكن تربي عليها كتاكيت بلدي. حطي بقى شوية كركم علشان تمنعي الاسهالات وتمنعي الكساح وتمنعي الامراض والمشاكل اللي بتحصل وانتفاخ الحويصلة والحاجات دي كلها. معلقة كركم اساسي، رشة او معلقة كده من الكزبرة المطحونة، برضو الكزبرة بتطهر جدا جدا. رشة من القرفة علشان ارفع مناعتهم، القرفة ممتازة للتنفسي وللمعوي ولكل حاجة. ورشة من الزنجبيل برضو بيدي طاقة وحيوية وبيخلي الفرخ يعني ما عندوش مشاكل المعوية الكتيرة اللي انتوا بتلاقوها دي، اللي تفضلي تقولي الفراخ بتاعتي مالها كمشانة وكشة والكلام ده كله. انسي الكشاشان والكمشان والكلام ده كله مع الفراخ البلدي. لما تركيني الاكل شويه كده صغيره هتلاقي العلف اتشرب الميه وبقى مفرول وجميل، واحلى من الايه، عامله يعني شكله وريحته تجنن بجد. فاتح شهيه، والفرخ هياكله وهيبقى زي الورد. انا باكل الفراخ منه الاكله دي، تقدري تاكليها ليه يعني. احنا دلوقتي عمر 5 ايام النهارده، تقدري بقى تستمري عليها طول الوقت عادي. رائعه جدا. وفي حاجات تانية أرخص وحاجات اقتصادية بنعملها بتبقى أرخص من كده. كل ما الفراخ بتكبر معانا كل ما بيسحبوا معاكي أكل أكتر، فاحنا بنوفر في الأكل أكتر، بندلعهم بس وهم صغيرين. متنسوش